ሌላው موانع التوبة كتوبة كم يقدونس الاستهانة بالذنب من سرى وانجل أقلوا مايت يشي من الله بله مالت الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ان انت متسروت وانجل تنش ነው ትላላችሁ ከአላህ ዘንድ ግን ከባድ ነው ወንጀሉ ሌላኛው ሶስተኛው ላሳጥረው الاتكال على عفو الاله ባል አላህን መሐሪ ነው ብሎ መደገፍ ወንጀል ይሰራል ለምንድነው ስትያት አላሁ ገፉር ረሂም ነው ይሄን አሁን እኮ ሰው የሚለው بك الله غفور رحيم نعم غفور رحيم ولكنه شديد العقاب رابعا أردتني كمتوبت የሚያግደን ነገር اليأس من المغفرة يا الله إذنت تسفى مقرد እኔ ወንጀል ሰርቼውነት አላህ ይምረኛል ነው ይሄ ራሱ ተስፋ ለዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون كالله تسفى ميقرط يلم كهديان بيهونج مؤمن تسفى يقرطم قدم اندالو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله كالله زنتا يقرطم يهنو يلالو خامسا أمستنيو يونجلون حقيقون على مردات يلالو إن شاء الله كزوج فوائد التوبة كتوبة منا ترف من دنو አንደኛ ጠቅለል ለማድረግ ተክፊሩ السيئات የሰራነው ወንጀል ወደ ይማረልናል ተክፊር ማለት መማር ተግባባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰራነውን ወንጀል ይምረዋል ይህ من ثمرات التوبة ከተውባ ፍሬዎች ከምናገኘው ጥቅም ውስጥ በመቶበቱ አንድ ሰው ይሄን ያገኛል ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ምን ይላሉ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ከወንጀሉ የተመለሰ ምንም ወንጀል እንደሌለው ሰው ነጭ ጨርቅ ነው ثانيا ሁለተኛ التوبة تبدل السيئات الى الحسنات መጥፎን ስራ ቀድም እንዳለው በመቶበታችን ወደ ኸይር ይቀየራል ቀድም ያነበብነው ምዕራፍ ማለት ነው ثالثا ሶስተኛ التوبة سبب في الحياة الهديئة المطمئنة الدنيا ላይ ረጋ ያለ ህይወት የጣፈጠ ህይወት መኖር ይፈልገ ተውባ ማብዛት አለበት يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى قرآن من إلال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وأن استغفروا ربكم ودقيتاتوا استغفار أدرقوا ثم توبوا إليه ودسوا تملسوا يمتعكم متاعا حسنا الدنيا لي طرو متاك من يتاك ما تشوهل إلى أجل مسمى اسكتوسن غزي غاب درس الدنيا لي رجع له هيوت منور يفلجه كتوبه تقرايته منور ينوربتال رابعا يتوبه تكم التوبه سبب في ساعه الرزق ሁላችን ያላየነው የንግድ ፈን ያጠናን ያለነው አይደል እቺ ታተርፋለች እቺ አታተርፍም ነው አይደል ይሄ ሁላችሁን የንግድ ዘርፍ ነው ነግራችሁ يقول الله سبحانه وتعالى من إلال وقلت استغفروا ربكم نبي الله نوح منالو ወደ ጌታችሁ ተመለሱ አልኳቸው ጌታዬ انه كان غفارا እሱ ወንጀሎችን መሐሪ ነው يرسل السماء عليكم مدرارا ሰማዮችን በዝናብ ይለቅላችኋል ويمددكم ይለግሳችኋል باموال በገንዘብ وبنين በልጆች والله ሪዝቁ ጠፈብ ያለበት ንግዱ ምርታማ ያልሆነበት ሰው استغفار ማብዛት ለዛ ነው አንዱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣን ሪዝቄም ቢያለኝ አላችሁ ተውባ አብዛሉት استغفار ሪዝቅ ይሰፋል ወደ ተውባ ስታበዛ استغفار ስታደርግ ሪዝቅ እየሰፋ ነው የሚሄደው خامسا التوبة تطهر قلب التائب የሚተውበት ሰው ልቡን ታጠራዋለች ተውበቷ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ አንድ ሰው አንድ ወንጀል ሲሰራ ጥቁር ነጥብ ልቡ ላይ ይጻፍበታል ሲተውበት ያቺ ነጥብ ትነሳለች አይገርምም ሱብሃንአላህ አለ ያልተውበት እንደሆነ ይሄ ጥቁር ነጥብ እየተደራረበ ራን ይሰራል ይደዘደዛል አላህ ቁርአን ላይ ያለው ራን ይመጣል አሉ ከላበል ራን على قلوبهم ልባቸው ላይ ተደሰደዘ ይሰሩት የነበረው እንጂ እና ልብን ያጸዳል ነው ስድስተኛው التوبة سبب الفلاح في الدنيا والآخرة
ወደ ተውባ መመለስ በዱንያም በአኺራም ፈላህ ነጃ ያወጣና يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى القرآن لمن إلال فأما من تاب يتوبت وآمن وعمل صالحا خير سراي سراس كتلو فأسى أن يكون من المفلحين كدقا فلح كم يوتنا فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين يتوبة انتكم آياتشو الدنيا آخرام لي فلاح آخرا لمن إلال يقول الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا خير يسكتل فأولئك يدخلون الجنة جنة قبال النزي ولا يظلمون شيئا تكيتم أي بدلوا